السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الربيع. طبعا عيد الربيع بنحب نفرح أولادنا ونعمل لهم البيض الملون، بنفرحهم بيه. فيلا بينا نعمل البيض الملون بطريقة سهلة جدا، وهيبقى شكله حلو جدا. نقول بسم الله ونبتدي. أول حاجة جبت بيض أبيض، ويا ريت لما نجيبه يبقى بيض أبيض عشان يبان فيه الألوان بتاعته. طبعا غسلته وحطيته في كسرولة أو حلة وغطيته بالمية وحطيته على النار يتسلق لمدة 10 دقايق. بعد ما استلق سِبته يبرد شوية، وجِبت منديل ورق فردته كده على الرخامة، وجِبت ألوان في الماستر، الألوان بتاعتنا اللي إحنا بنلوّن بيها في المدرسة، بنرسم بيها. وقعدت أشخبط بقى على المنديل دوّة أي شخبطة كده بأي ألوان عندك، ورُحت جايبة البيضة، حاطة البيضة في المنديل، ورُحت عاملاه زي البهجة كده، وربطته برباط أو بخيط أو بأستك. وجِبت البخاخة وحطيت فيها مَيّة عادية من الحنفية، وحطيت كمان عليها نقطة من الصابون السائل بتاع المواعين، ورجيته وبخيت عليها من برّه. وفردت برضه منديل تاني وقعدت أشخبط كده زي ما أنتم شايفين أي شخبطة. أنا عملت بالألوان المتاحة عندي، اعملوا أنتم بقى بألوان أخضر، أزرق، وكل أمّا تتقّلوا كل ما يدّيكِ نتيجة أحلى كمان من ديّة. فأنا عملت بالألوان المتاحة، ما رُحتش اشتريت ألوان، لأ بالألوان المتاحة اللي إحنا الألوان دي اللي إحنا بنلوّن فيها في المدرسة، نرسم ونلوّن بيها، فأي ألوان عندِك لوّني بيها. وفردت منديل تاني كتبت عليه سيلا وتوتة حبايب تيتة، حبايب قلبي دول. وشخبطت كده عملت قلوب، ورُحت حاطة البيضة وقفلتها زي البوجة، وقفلتها برضه بالدبارة بتاعتها، وبخّيت عليها المَيّة اللي إحنا عاملينها، المَيّة بنقطة الصابون السائل بتاع المواعين، وهاسيبها لمدة 10 دقايق ربع ساعة لغاية كده ما الورق ينشف. بعد كده فكيته زي ما أنتم شايفين، الله على الجمال! أعطاني نتيجة حلوة جدًا، جدًا. الألوان بتاعتي هادية، يعني لمّا ابنِك أو بنتِك يمسكوها مش هتطلع في إيديهم. طبعًا واعملي الألوان اللي أنتِ تحبيها، أنا زي ما قُلت لكم عملت بالمتاح عندي ما اشتريتش حاجة، وطلعت النتيجة حلوة جدًا. أنا بس حبيت أوصّل لكم الفكرة، وأنتم اعملوا بأي ألوان تحبوها. يالّا اعملي بقى البيض الملوِّن وفرّحي أولادِك، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.